الحمد لله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما أنا إلا عبد لله. والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم لقاه. أيها الأحباب، أسألكم لماذا اجتمعتم؟ لماذا تركتم بيوتكم؟ لماذا تركتم عوائلكم؟ لماذا تركتم دياركم؟ لماذا تركتم أعمالكم؟ لماذا تركتم مضاجعكم؟ لماذا تركتم أولادكم؟ إنما تركتموها من أجل حرة تنادي ومحبة. فالأحرار أمانة في أعناقكم. إنكم لن تنفعوا الأمة، ولن يزيد اجتماعكم هذا نفعا لله، ولن يزيد نقصكم هذا ضرا بالله، ولكنكم إن توكلتم على الله زاد دينكم عزة، فصار ذكر محمد. اسمعوا رسول الله، اسمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصف لك حال صحابي غيور على عرضه، على عرضه، على عرضه، كما أنك اليوم جئت هنا غائرا غيورا على عرض امرأة عراقية مسلمة. سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص يمشي مع زوجته، فينظر رجل لامرأة سعد، فينكب عليه سعد يحمل خنجرا يريد أن يستل عينه، فانكب عليه النبي، أراد أن يمنعه من أن يفقع عينه. اسمع ماذا قال محمد يصف غيرة سعد، فقال إن سعدا لغيور، إن سعدا لغيور، وإني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. ولذلك اعلم أن اليوم يومكم، فلا تغادروا اعتصامكم، وإياكم أن تخدعوا، وإياكم أن تباعوا، وإياكم أن تساوموا، وإياكم أن تدعوا قضيتكم. الله أكبر. تعال معي ولندخل إلى سجون المعتقلات، ولنقف عند امرأة، ولنقف عند رجل علقوه، وعند زوجته التي عروها، عند رجل علقوه وعند زوجته التي عروها، فماذا فعلوا؟ إما أن توقع أنك فعلت وفعلت، وإما أن نتفخذ زوجتك أمامك. الله أكبر، الله أكبر. والرجل يقول والله ما فعلت، وهي تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول الله جل في علاه محدثا عن عملنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي
لو ان انسكم وجنكم كانوا على افجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما يغمس المخيط في جوف البحر فانظر بما يرجع. ونحن وقفنا هنا وعندنا مسألة ولن يجيب هذه المسألة إلا الله. الله أكبر. اللهم إنا نسألك هتك الظالمين. اللهم إنا نسألك هتك الظالمين. اللهم إنا نسألك خروج المعتقلات المظلومين. اللهم إنا نسألك سترا للمسلمين ونصرا لعبادك الصالحين. يا رب لا تخيبنا فإنا طرقنا بابك. يا رب إنا رجوناك فلا تردنا. اللهم افرحنا بخروج المعتقلات. اللهم اقرر عيوننا بالمظلومين أن يعودوا إلينا منصورين. فلا تغادروا ربكم وإياكم أن تخلوا عقيدتكم، لا تتعلق ببشر ولا تنظر لحجر ولا يخدعنك خناس ولا يخدعنك خب ولا أن نكون مغفلين بدعوات وشعارات أنا معكم أنا لكم. لا ولا ولا، إنما نحن سنة ولن نتخلى عن سنيتنا. ذبحونا ب4 إرهاب وقتلونا بالمساءلة وطردونا بالتهميش، هجروا الديار واخلوا العباد، ذبحوا النساء، قتلوا الرجال، يتموا الاطفال. 1,750,000 يتيم، 1,500,000 ارملة، 7 مليون مهجر، 3 منهم داخل العراق. كل اولئك معلقة آمالهم بالله ثم بكم. البارحة اتصلت بنا جالية ألمانية عراقيين لكنهم في المهجر. والله اتصل أحدهم فقال والله إن عيوننا وقلوبنا لتبكي عليكم يوم تنصروننا. ونسأل الله أن يرد الله حقا قد ضاع لأمة محمد. ونسأل الله أن نكون أول من دعا له، وأن تكونوا أنتم يا أهل الأنبار، يا غيار العراق، يا غيار الإسلام، أنتم أول من دق من وضع ركائزها. فلا تتخلوا عن مالكم ولا عن أعراضكم ولا عن أرضكم، وأسمعوهم، لا تسمعوهم شعارات ولا حماسات، إنما أرهبوهم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فوالله إن التكبير ليهز قلوب الظالمين ويهد عروش الكافرين ويفعل بالأرض ما لا يفعله صاروخ ولا عظيم. اعلم أن السماء عالية وأن الذي رفعها هو الله، والله ينظر لكم والملائكة معكم ويد الله على أيديكم. اصبروا وثابتوا ورابطوا وتماسكوا وأنتم منصورون بإذن الله.